فايه ده بقى؟ امال انا تعب نفسي ليه؟ هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ اسمهم فنانيس، انا مش ضدهم على فكره، انا بس ببقى عايز افهم. انا شايفه اقوى عنصر. كنت عاوز اعمل اغنيه عن كنت عاوز اعمل فيديو عن اغنيه رمضانيه حديثه، فلاحظت ان في اغنيه كل سنه بتنزل بينزلوها تاني، فده مش طبيعي اكيد. بينزلوها تاني بفيديو مختلف كل سنه. مع بدايه رمضان بسمع الاغنيه دي وبلاحظ انها عجباني قوي وعجبه ناس كتير قوي، فده لما يتكرر سنه ورا سنه ورا سنه، طب هو العمر فيه كام سنه؟ خلاص بقت جزء من حاله رمضان ونوستالجيا رمضان. لكن قبل ما اتكلم عن الاغنيه عايز اقول انه لما بشوف الفيديو الاساسي بتاعها بقول ايه ده؟ الكليب بحسه بره المود بتاع رمضان وبره المود بتاع الاغنيه. هنشوف الاغنيه دلوقتي، بس لا انا فاهم بقى مين دول وبيعملوا ايه هنا. يعني هم بيغنوا معانا، حركاتهم بره. الخرفان دي في العيد الكبير كمان، مش حتى العيد الصغير اللي جاي. وده بيعمل ايه برضه؟ مش فاهم وجهة نظره. تعالوا نشوف الاغنيه كده ايه علاقتها بالكلام ده. اكتر شيء ملفت بالنسبه لي هي البساطه في الاغنيه. دايما لما حاجه بسيطه بتنجح قوي الموضوع ده بيستوقفني، لان بتلاقي فنانين كتير بشكل عام بيحاولوا يقدموا حاجه جديده فيها تفاصيل وحركات وحوارات، انما تلاقي حاجه بسيطه كده تنجح قوي فتقول ايه ده يا بالسهوله دي؟ امال انا تعب نفسي ليه؟ فالسهل الممتنع ده يبان سهل لكنه اكيد مش سهل. بتبدا الاغنيه بتلاقي الدنيا بسيطه كموسيقى. الناي في الاول بيقول جمله دافيه كده جميله والجيتار بيرد عليه، بس الجيتار مش باين قوي. الناي واكل الجو بحقه، الجو شرقي يعني، احنا هنا مش في الفالنتاين، بنحتفل برمضان. وفي دف تقريبا برضو باين. وبعدين الاغنيه بتبدا تاخد بالك من اللحن. اللحن قوي، انا شايفه اقوى عنصر عشان التزم ببساطه الاغنيه بمقام عجم، مقام بسيط اللي هو الحروف البيضاء ورا بعض كده في البيانو. طبعا بيبقى على حسب الطبقه، بس اقصد اقول ان هو المقام بسيط واساسي، بس في نفس الوقت هو مقام غربي جدا. زي مثلا سنه حلوه يا جميل، غربي. مرحب مرحب يا هلال، نفس المود. فدي لعبه حلوه برضو انك تطلع لي من العجم الغربي مود شرقي اصيل، فده يميز الاغنيه. وفي نقطه في اللحن حلوه برضو. قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال تيرا. بص الجليسندو النطه دي حلو، بيطلع السلم مره واحده كده. طب رايح فين؟ هيعمل ايه فوق؟ لا ولا حاجه، هينزل تاني بس بالتسلسل. صار وصال نعطي صبرا وينزل ناخذ اجرا وينزل الله يرانا ويسمعنا. وكلامها بسيط في الاساسيات بتاعت اغاني رمضان، اللي هو اهلا مرحب وحشتنا، وصف الحاله بتاعت كل سنه اللي احنا بنحبها. حلو قوي انها سهله وبسيطه. ليه؟ لان هي قصيره، مش عايزين ننسى ده، فمفيش وقت بقى ولا مجال للفزلكه، وقصيره فما يتزهقش منها، بتخلص على طول. ده خدمها شغل التيك اواي، ده بقى هو المسيطر دلوقتي، ستايل الفيديوهات القصيره. واسرعها ده ما اثرش على قوتها، يعني كل دي معادلات صعبه الموضوع مظبوط. فانا شايف الاغنيه سهل ممتنع مدته قصيره. فايه ده بقى؟ اسمهم فنانيس، انا مش ضدهم على فكره، هم لطاف وانا حتى معايا اهو المخدات بتاعتهم. انا بس ببقى عايز افهم. يعني الفيديو الجديد اللي نزل السنه دي للاغنيه اهو، بيلاقي مصباح علاء الدين وبيحقق له حلمه وفي قصه حب، فانا مش عارف ايه علاقه ده. يعني ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.